السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جايلكوا بقى في يوم جديد بروتين جديد، جزء صغير كده من روتين يومي، واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. لو انتي بقى اول مرة تدخلي قناتي وتتفرجي على فيديوهاتي، ما تنسينيش في الاشتراك. اشتركي من المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو، مكتوب كلمة اشتراك، هتدوسي عليها هيطلع لك جرس، هتدوسي على كلمة الكل، هيوصلك كل فيديو انا بنزله. ويعني خدي جولة كده في الفيديوهات اللي انا منزلاها على القناة، هتلاقي فيديوهات حلوة جدا وهتعجبك. ولايكاتكم بقى الحلوة وكومنتاتكم الحلوة. بقالي بقى كام يوم ما بصحاش بدري خالص، والموضوع دوت مضايقني جدا، وعايزاكم انتوا كمان المتابعين اللي بيتابعوني وعارفين فيديوهاتي، يعني عايزاكم تستمروا معايا، ان انتوا تشجعوني. عايزين نشجع بعضنا كده، يعني مش عايزين نكسل ونرجع بقى ايه نصحى بدري كده. صحيان بدري ده بيفرق جدا في يومك، بتبقي قايمة نشيطة، بتخلصي حاجتك بدري قوي وما وراكيش حاجة، واليوم بيبقى فيه بركة، واليوم بتحسي ان هو طويل. لكن لما بنصحى متأخر اليوم بيخلص بسرعة وما بيبقاش فيه بركة خالص. فانا المهم ايه، اول ما قمت ما كانش ليا نفس ان انا افطر قوي، فعملت كوباية شاي بحليب كده، وكان عندي بسكوت حطيته، قلت بقى ايه هاكل باكو بسكوت، لو لقيت نفسي جعانة هاكل التاني. المهم بقى حطيت الشاي والبسكوت وفتحت بقى البسكوت، قلت بقى ايه اقعد افطر معاكم واحنا بندردش مع بعض كده. المهم بقى بقول لكم، بفضل بقى طول الليل سهرانه، ساعات بصلي الفجر وساعات لا، والموضوع دوت برضه مضايقني. ممكن اصلي الفجر وبعدين انام، واحيانا بنام قبل الفجر بساعه، فطبعا بالطبيعي بتروح عليا نومه، فاقوم الساعه 10:30 او 11، فاضطر ان انا اصلي الساعه 10 او 11. فالحاجة دي مضايقاني جدا، انا نفسي ارجع ان انا اصلي الفجر وارجع انام او ان انا بعد الفجر ما انامش واشوف ايه ورايا، وابقى انام شوية بعد الظهر اللي هي القيلولة يعني. الموضوع ده عايزة له حل، يعني حلوهولي حلوه معايا. هنا بقى كان البسكوت لقيته متكسر خالص، طبعا انتوا عارفين بسكوت النواعم هو اسمه نواعم، اسم على مسمى. تفتحي الباك وما تلاقيش واحدة سليمة، يعني قليل جدا، عمري متهيألي ما شفتها ان الاقي الكيس فتحاه والاقيه سليم يعني. بعد بقى ما فطرت ما كانش عندي مواعين الحمد لله، انا قبل ما بنام بحاول بقدر الامكان ان انا ما يبقاش عندي حاجة خالص في البيت. مش معنى ان انا بنام يعني بنام بالنهار او بصحى متأخرة وبفضل سهرانة طول الليل على الموبايل، ما هو احنا ما بنسهرش غير على الموبايل والنت، يبقى احنا نسيب بيوتنا برضو ما نعملهاش. فاول باول بعمل المواعين بصراحة. مش معنى ان انا فطرت فاقول لا، ما انا كده كده هعمل غدا فاسيب المواعين، لا. قمت غسلت، كانت هي الكسرولة وطبق وكوبايتين، غسلتهم، وعلشان خاطر كمان الايام دي المية بتقطع ياما، مش المية النور، يعني النور بيقطع وانا عندي موتور، فبالطبيعي بقى ايه المية بتقطع. فاول باول بعمل حاجتي علشان ما فيش حاجة تتراكم عليا، حتى لو النور قطع ما يبقاش ورايا اي حاجة. بس فانتوا لو ايديكوا في الحاجة واول باول مش هتحسوا ان الحاجة حمل عليكوا. بس بقى نفسنا نحل مشكلة، اكيد انتوا كمان معايا في الموضوع ده، مشكلة السهر. يعني والله ساعات بقول ايه، انا هقفل الموبايل، مش هقعد على النت ولا هتفرج على الفيديوهات ولا اي حاجة، واقفل الموبايل والاقي نفسي برضو ايه مش جايلي نوم، اللي هو انا عمالة افكر في اي حاجة وخلاص. طب انا هعمل ايه؟ طب بكرة هعمل ايه؟ طبعا هو بكرة بتاع ربنا وكل حاجة، بس خلاص يعني انتي اتعودتي ان انتي تنامي متأخر وتصحي متأخر. حاولت برضو ما نمشي بالنهار مثلا، او ان انا في يوم اصحى بدري واقوم اعمل حاجة، بلاقي برضو يوميها بسهر. خلصت بقى المواعين وطلعت لحمة مفرومة من الفريزر، ودي جبنة موتزاريلا برضو طلعتها علشان هنعمل مع بعض الغدا بتاع النهاردة. دخلت بقى على البلكونة، عايزة اقول لكم البلكونة كانت مش نضيفة خالص. الجو طبعا بقالنا يومين الدنيا بتشتي شتا متواصل، هنا كانت الدنيا نشفت بس الصبح كانت الدنيا بتشتي، وزي ما انتوا شايفين كده البلكونة مليانة تراب ومليانة بقى ايه يعني مطرح المية، يعني مطرح مية الشتاء.
فعايزة تتمسح وعايزة اسيقها، وكنت حطيت غسيل في الغسالة يتغسل، بس يعني ما صورتش المقطع ده. وعايزة امسح الحبال عشان لما انشر قلت اهو يعني انا وحظي بقى هنشر واشوف بقى ايه اللي هيحصل. وعايزه اقول لكم يا ريتني ما نشرت، لاني انا كنت منشره ملايات وفيهم حاجات بيضه وبعديها ما اقولكوش بقى، يعني انا نشرت من هنا ونزلت لقيت الدنيا بتشتي شتا. يعني انا بسجل الفيديو دلوقتي والدنيا مش مبطله شتا. نصيبي بقى، نصيبي كل ما اغسل واحط غسيل على الحبل لازم الدنيا تشتي. وعايزه اقول لكم ان انا عندي منشر داخلي، بس انا من ساعه ما دخل الشتاء عشان كنت مسافره وكده، فكانت لسه الدنيا ما دخلتش في الشتاء القوي ده. المنشر تحت السرير فما طلعتهوش، ومكسله بقى اللي هو ايه، انتي بتقومي من النوم عايزه تعملي الحاجات المهمه وبرضو موضوع النوم دوت بيأثر بقى عليكي في ان انتي مش بتقومي نشيطه، انتي بتقومي كسلانه لو عايزه تعملي اللي عليكي، بس في حاجات تانية ما بتعملهاش، يعني بتعملي الاساسيات. المهم فقلت بقى ايه املي ميه كده علشان اساق البلكونه. حطيت نقطة صغيرة صابون سايل بس تدي ريحة للمية، يعني ما تبقاش مية بس. يعني الاوكسي اصلا في الصابون ريحته حلوة جدا ونفاذة، وانا مش عايزة المية ترغي عشان ما يبقاش فيه رغاوي كتير وانا بسيق. عندي كمان البلكونة بحري، يعني انا شقتي بحري، فاقل تراب بيبان في الشقة وبيبان في البيت، وغير ان انا قدامي كمان طريق عربيات فدوت برضو مخلي على طول باستمرار البلكونة متطربة حتى لو الدنيا مش بتشتي. بس فدخلت كده قلت بقى ايه، مش عايزة بقى ايه شرشوبة ولا مساحة، دي عايزة ايه تسيق مية، وبعدين ترجعي تنشفي وتروحي تنشفي كام مرة يعني. المهم بقى فهسيقها كده علشان خاطر ايه كل التراب اللي فيها يتلم، وبس علشان لما اجي انشر تبقى الدنيا نضيفة كمان حواليا، ولو حبينا ندخل البلكونة نتفرج على الشتا طبعا المنظر بيبقى رائع وجميل، يعني ايه تبقى البلكونة نضيفة. والله عايزة اقول لكم انا بعمل البلكونة دي باستمرار، ولكن يوميا لازم البلكونة تتطرب. يلا بقى اللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ووصل لحد كده من الفيديو ونسى يحطلي اللايك، انزلوا حطولي اللايك، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى كنت بمسح الوزرة برضو بتاعت السيراميك من فوق، لان طبعا بيبقى برضو فيها تراب. وبعد ما خلصت خالص بقى لازم التنشيفة الاخيرة خالص دي، هي دي اللي ايه اللي بحس ان البلكونة بقت كويسة. ودي انبوبة انا ما عنديش غاز فحاطة، يعني عندي انبوبتين، بتبقى انبوبة ستوك، لو الانبوبة الاولانية فضت بتبقى عندي دي. ببص بقى على السما الحمد لله الدنيا تمام، والسما زي ما انتوا شايفين سبحان الله المنظر جميل ورائع، ومطمنة على الاخر ان انا بقى هنشر ومش هيبقى ورايا، مش هبقى شايلة هم قصدي الشتاء. المهم بقى ايه، عايزة اقول لكم بعد كده النور قطع، فلما النور قطع في الوقت ده بقعد اقرا قرآن. ممكن لو في حاجة عايزة تتروق بروقها، يعني حاجة ترويق اللي هو بدون مية وبدون يعني مثلا لو عايزة ارتب مثلا انفض كنبة اروق سرير كده. المهم هعمل بقى البشاميل، حطيت مية على النار علشان المكرونة، وهنا كنت بعمل بشاميل بدقيق وسمنة، حطيت معلقتين سمنة كبار و4 معالق دقيق، وايدي فيهم بقلب علشان ما يكلكعش مني وما يتحرقش. بقالي فترة كبيرة قوي ما بعملش البشاميل اللي هو دقيق وسمنة، بعمل البشاميل الجاهز اللي هو بحط لبن وبجيب كيس بشاميل بحطه. بس المرة دي بقى لان كانت الحاجة كلها عندي موجودة في البيت، وكان لسه جوزي يعني هيجيلي متأخر، فقلت بقى انا اعمل انا البشاميل، يعني ايه احنا ستات بيوت شاطرين ولازم نتصرف، يعني ما تعودوش نفسكوا على حاجة وتقولوا بقى ايه مفيش بشاميل يبقى انا اوقف الدنيا يعني او كده. لا، ما في البديل، احنا اساسنا اصلا في البشاميل ان احنا دقيق ولبن والبهارات، والحمد لله البشاميل اتعمل. وعايزه اقول لكم عشان بقالي كتير قوي ما عملتش البشاميل كده، حسيت بفرق المرة دي، يعني حسيت ان في حاجة، في تغيير، في حاجة جديدة، طعمه كان حلو جدا. وبعد كده حطيت اللبن ساقع
وبفضل اقلب. اهم حاجه تقلبه وايدك فيه، ما تسيبهوش عشان ما يكلكعش منك. حطيت فلفل اسمر وملح. ممكن تحطي مرقه لو عندك شوربه، ممكن تزودي شوربه، ممكن تحطي اي بهارات انت عايزاها. في ناس بتحب تحط بصل بودر، في ناس بتحب تحط برضو لوري. دي حاجة ترجعلك انتي. انا كنت مكتفية بس بالحاجات دي. سبحان الله، في حاجات لما بتعمليها بأساسياتها بتاعت زمان، بتاعت أمهاتنا زمان، بتطلع فعلا طعمها مختلف، غير برضو الحاجات اللي احنا بنبتكرها يعني الأيام دي. وهحط المكرونة بقى، وما غطيتش الغطا كله، لأن أثناء لما بتسلقي المكرونة ممكن المكرونة بتفور، وهتلاقي المية دي كلها تنزل على البوتاجاز. وايدي طبعا في البشاميل مش هسيبه. اهو كده ابتدى يغلي، فبوطي النار خالص وهرفعه بقى من على النار، وهتلاقوه لما يبرد هيتقل خالص، هيبقى قوامه تقيل. سهل جدا والله، ومش محتاج حاجة، وما بياخدش وقت معانا. اهو كده هنطفيت النار، وهبتدي بقى ايه اعمل اللحمه المفرومه. هنا بقى نزلت باللحمه المفرومه، كانت فكت. ما حطيتلهاش لسه اي سمنه ولا زيت ولا اي اقدام خالص. انا هنا بسيبها هي تنزل الميه اللي فيها، وفي نفس الوقت ساعات اللحمه المفرومه بيبقى فيها نسبه دهون عاليه، فبتنزل الاقدام بتاعها. فانا بشوف بقى في المرحله دي بفضل اقلب كده ولحد ما تنزل الميه. شايفين الميه بتاعتها؟ وبعد كده تشربها. لو فيها اي اقدام هتنزله، يعني لو اقدامها كتير هتنزله، مش هتبقي محتاجه لها سمنه. ولو هي ما فيهاش دهون ياما، يعني مش متضاف عليها دهن ياما، مش هتلاقيها تنزل زيت او سمنه او كده. فبعد بقى ما اشوحها هجيب بصلايه وهخرطها، بس بعد ما اتاكد ان هي ما فيهاش ميه، مش ان انا اخرط البصله وهي لسه فيها ميه. في اللحمة المفرومة بقى بتاعة البشاميل ما باحبش احط فيها بصل ياما، على عكس حاجات تانية تلاقوني احط فيها بصل ياما. عشان احس بطعم اللحمة، يعني ما تبقاش كلها بصل. مش باكل مكرونة ببصل، لا، انا باكل مكرونة بلحمة مفرومة، فاحس بطعم اللحمة جوه المكرونة. بس كده. عايزة اقولكم ان المكرونة اخدت معايا بالظبط نص ساعة. نص ساعة قبل ما تخش الفرن، يعني نص ساعة سليق المكرونة والبشاميل واللحمة المفرومة، ما بتاخدش وقت خالص خالص، الناس اللي بتستصعب الموضوع. وهنا بقى نزلت لقيتها محتاجة سمنة، فنزلت بمعلقة سمنة، وهبتدي ان انا اقلبها، وهحط عليها ملح وفلفل اسمر. لو عندك بقى معلقة صلصة ممكن تحطي معلقة صلصة، او ممكن تخرطي طماطمايه، او لو ممكن في ناس بتحب تحط جزر وخضار، عادي جدا. الحشوة دي ترجعلك. في ناس اصلا ما بتعملهاش بلحمة مفرومة، بتعملها زي النجريسكو كده، تحط لها في النص صدق. في ناس بتحب قصدي تحط لها فراخ، في ناس بتحط لها صدق. المهم انتي اعملي الحاجة اللي انتي بتفضليها، هي الطريقة واحدة، بس اختلاف بقى الحشوة كده، يعني انتوا فاهميني. جبت بقى الصينية اللي انا هعمل فيها المكرونة، حطيت فيها معلقة سمنة، كنت بسيحها فيها، وباقي السمنة حطيته للحمة المفرومة، ورجعت حطيت اللحمة المفرومة تاني على على النار. ببص بقى على المكرونة عشان اشوفها استوت ولا لأ. لقيتها الحمد لله استوت، وبسيبها مش تستوي للآخر ان هي تتهرى تبقى طرية، لأ، يبقى فيها ايه كده، تحطيها على اسنانك تلاقي لسه فيها تكة بسيطة، لانها هتكمل سواها في الفرن. جبت المكرونة وصفيتها، والمكرونة بتاعت المكرونة البشاميل ما بتتشطفش، زي ما هي كده. حطيت عليها نص البشاميل وقلبته، وهنزل بنص المكرونة في الصينية. وبعد كده هجيب اللحمة المفرومة بعد ما اساوي الصينية كويس، وهبتدي انزل باللحمة المفرومة. اهو انا رايحة اجيب اللحمة المفرومة وهسويها كده في النص. عايزة ابقى اعمل لكم فيديو لوحده بالمكرونة البشاميل يعني، بس اكون بقى ايه، يعني مخصصة الفيديو للمكرونة بقى، وابقى مهتمية، مش ان هي في وسط روتين ومستعجلة وبعمل اوام يعني. بعد ما سويت اللحمة المفرومة هنزل بالنص التاني من المكرونة، وبرضو هنسويه كده. انا بالنسبه لي بحس ان المكرونه البشاميل مثلا جنب اي حاجه، او ممكن تعمليها صينيه لوحدها، سريعه جدا ومشبعه. وعايزه اقول لكم الصينيه دي مش بناكلها في يوم، والله احنا بتقعد معانا يومين ناكل فيها، لان الصينيه احنا نفرين، فبالنسبه لنا الصينيه دي كبيره جدا.
بعد ما نزلنا النص التاني من المكرونة نزلت باقي البشاميل. شايفين البشاميل لما قعد تقيل ازاي وبقى تقيل وجميل، هو مش مكلكع يا جماعة، هو باين ان هو تقيل يعني، بس هو مفهوش اي كلكعة خالص، لان احنا كنا واقفين عمالين نقلبه مع بعض. اخر بقى حاجة هحطها جبنة موتزاريلا. ممكن تحطي لو مش عندك جبنة موتزاريلا تكسري بيضة وتحطي عليها حبة ملح وفلفل اسمر عشان تكسر بس الزفرة بتاعة البيض، وتضربيهم بشوكة وبعدين تحطيهم على الوش بتاع الصينية بتاعة المكرونة. بس كده دخلتها الفرن، وقلت بقى ايه اما اصبن البوتاجاز عشان وقع عليه شوية مية، كان عايز محتاج يعني يتصبن كده تصبينة على الوش يعني. فنسيت ان انا اصلا هحمر بانيه، وطبعا البانيه زيت وكده وهيطرطش يعني على البوتاجاز تاني وهيتملى زيت. انا نسيت، بعد ما خلصت خالص افتكرت ان انا هطلع بانيه هقليه، بس مش مهم يعني، الحاجة لما بتتعمل مرة واتنين وتلاتة دي حاجة حلوة يعني، مش حاجة وحشة يعني، اللي هو زيادة الخير خيرين. بس بقى ايه، عايزين نعالج بس مشكلة ايه، ان احنا عايزين نصحى بدري، لان احنا لما بنصحى متأخر، يعني انا بكلمكم عن نفسي، اكيد في ناس بتتفرج برضه وبتعاني من نفس المشكلة. بحس ان انا لما بصحى متأخر بقوم مكسلة، ما بعملش حاجات كتير، بعمل الاساسيات والحاجات اللي عليا، بس مش زي ما كنت الاول. يعني كنت اقوم الصبح بدري اعمل اكلي واروق، حتى الحاجة اللي متروقة ممكن اعيد عليها تاني، فدي بتبقى حاجة احلى. بتنضفي تنظيف عميق بقى، اللي هو كأنك عندك تنفيض عيد. لكن دلوقتي انتي بتعملي يعتبر ايه بالنسبة لي كأني بعمل حاجات من فوق الوش. رحت بقى نشرت الغسيل ومحبتش انشره معاكم علشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. وبصوا الجو بقى عامل ازاي، كانت السما بعد ما كانت زرقاء وصافية، بس قلت برضو يمكن جايز ما تشتيش، بس الحمد لله يعني. ورحت بقى بعد ما نشرت قلت بقى ايه، كان جه جوزي بقى وقلت ايه ان انا احمر الفراخ دي جايباها من فتح الله جاهزة كده ومتبلة جاهزة، وجربتها حلوة يعني، اكيد طبعا مش زي ما تشتري البانيه من عند الفرارجي وتعمليها انتي او تعملي لها التتبيله انتي، بس هو حاجه سريعه برضو، ما كانتش يعني تغيير، ما كانتش طعمها وحش، كانت طعمها حلو جدا. وبس يعني انا ايه قلت يعني ما كترتش، يعني عملت لكل واحد كده ايه قطعتين جنب قطعه البانيه. وعايزه اقول لكم والله احنا فاض مننا كمان اكل، فاض برضو بحوالي قطعه ونص من البانيه. بس كده، هو بقى ده كان روتين يومي النهارده. بس استنوا لاخر الفيديو شوفوا المكرونه البشاميل لما هتطلع هتبقى عامله ازاي. عايزاكم بقى تكتبولي رايكم في الكومنتات، وعايزاكم تقولولي عايزين ايه الفيديوهات اللي جايه اللي انا هعملها ان شاء الله. حابين الروتين اكتر، حابين ان انا اعمل لكم وصفات اكل، يعني اكتبولي، لان انا برضو يعني حابة ان انتوا تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، اكون بقدم الحاجة اللي انتوا حابين تتفرجوا عليا فيها. كده كانت المكرونة طلعت من الفرن، طبعا كنت حطاها في نار، انا بالنسبة لي بستخدم الفرن الكهرباء، فكنت حطاها على درجة 250، وكانت الشواية فوق شغالة والفرن من تحت شغال. ما كملتش حوالي ربع ساعة، ممكن 12 دقيقة كمان، لان طبعا هي كل حاجة فيها مستوية. لو انتي ما عندكيش شواية هتحطيها، يعني لو مش الشواية بتتفتح مع الفرن هتحطيها في الفرن في النص يعني، وافتحي البوتاجاز من تحت شوية، الفرن من تحت شوية، وحوالي مثلا 10 دقايق، وبعد كده افتحي عليها الشواية تاخد اللون بتاعها وطلعيها. هدي المكرونة بقى لما طلعت عايزة اقولكوا طعمها كان خطير خطير خطير، ما اخدتش معانا وقت خالص، والاكل سريع والحمد لله يعني. شايفين الجبنة، مطة الجبنة من فوق، طبعا هي عشان لسه سخنة فمش هيبان وانا بطلع المكرونة ان الجبنة بتمط ولا حاجة. بس بصوا بقى، بصوا الجمال، طعمها حلو جدا والله، مش عشان انا اللي عاملاها بس فعلا طعمها جميل قوي. شايفين قطعة بقطعتها،
ولا صيصة ولا اي حاجة. بس كده، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص على كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما